السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره اموركم؟ كلشي بخير؟ رجعنا لكم ورجعنا بفيديوهات زوينين ان شاء الله. هنا البنات، حاجه واحده كنطلب منكم وهو لايك بارطاج مع العائله، وهكا ما تنسونيش واحد التعليق باش القنوات فين حاطاهم انهم يرجعوا يخدموا. هنا البنات جيتكم بواحد الفيديو ديال صابلي اللي بزاف اساسيه. شنو عجين صابلي؟ انا نعطيكم العجين اللي كنخدم به البنات اللي ناجح 100%. غير خدموا به وان شاء الله غتشوفوا النتيجه اللي غتعطيكم مع الكليان. فكنبغوا دائما كما تعودتوا علينا، يعني الثقه في المقادير في الخدمه ديالتنا. فهنا البنات نبداو على بركه الله. هنا ناخذوا رابعه ديال الزبده. في الزبده فشاركت معكم الشكل ديالها زكيه اللي كنخدموا بها دائما. كنخدم بها هكا الكليان والجمله من غير الناس اللي كيبغوا الزبده سبيسيال. هنا درت رابعه الزبده، درت هنا كاس ديال الزيت، ودرت جوج بيضات وجوج ساشيات الفاني وجوج كيسان سكر كلاصي. انا هنا تندير السكر كلاصي، ما كنديرش نهائيا سنيده، لان السنيده كيبقاو الحبيبات ديالها باينين هكا في الصابلي. صافي هنا الزبده كنخدموها مزيان. انا في الصراحه الخدمه اللي كندير الهاشوار، كندير فيها الزبده البيض الزيت السكر كلاصي كلشي كنديرو وكنخلطو وكنخوي في البانيو وكنبدا نعجن. فاختكم هنايا لان بغيت نصور معكم هذا الفيديو، قلنا ندير لكم هكا باش تشوفوا المقادير يعني هكا باينين. وهنا اختكم ما تديش عليا، راه ما كاين ما احسن من الخدمه بالليل. فهنا خدمنا بالليكات ولكن شويه كيعذبوا. غير قبلوا على اختكم في هذا الفيديو. هنا درنا معلقه كبيره بخاليني، وشوفوا كندير معلقه وكنزيد واحد شويه، لان البخاليني كيعطيك واحد المذاق اللي خطير في عجينه ديال الصابلي، يعني كنصحكم البنات به. فانا هنا كنشري داك السطل الكبير كيكون ب 250 درهم، هو اللي كنبقى نخدم به دائما. والسر ديال التقرميشه ديال الصابلي هو الكليكوز والفاني. انا هنا الكليكوز درت معلقه كبيره، وكندير الفاني جوج ساشيات. هاد الفاني راه هو كيقرمش لكم صابلي، وكما شفتوا في اول فيديو راه كتجي واحد التقرميشه اللي زوينه، راه واخا تيبان لكم هكا قاصح ولكن ما كتنضغي. كتلقاي واحد التقرميشه اللي زوينه ودغيا كتنضغ، راه واخا هكاك يعني ما كدار على التعليكه ومني كدار على الشوكولات، يعني كتجي واحد التقرميشه زوينه ماشي ديك التقرميشه القاصحه. صافي هنا البنات درت واحد القبيصه ديال الملح وخدمت كلشي مزيان، يعني خدمت كلشي البنات هكا مزيان. صافي كنبدا نزيد في الدقيق. هنا بالنسبه للدقيق يقول لي البنات العبار. فهنا البنات نديروا عينكم ميزانكم. حاجه واحده اللي كنبغي نقول لكم هو ما تكثروش الدقيق ديالكم باش ما تجيكمش ديك العجينه قاصحه بزاف. يعني كاين بعض المرات كتقصح لكم ديك العجينه وكيجي داك العجين كيتفرتت وكيصعب عليكم حتى في الخدمه. بين البلاستيكات كتصعب عليكم الخدمه. حاولوا انكم تزيدوا بشويه وتعجنوا. كما شفتوا كنخدموا غير بصبع ايدينا، يعني هنا ما تندلكوش العجين باش ما كيتقلصش الحجم ديال الصابلي ديالكم ملي كتحطوه في الفران. يعني بزاف ما كيعرفوش المشكل، كتكون يا من دليك يا من نوعيه الزبده ما كتواتاش مع بعضياتها، يعني مع الزيت. علاش الحجم ديالو كيتغير لكم في الفران. صافي هنا البنات انا واخا كنعجن هكا راه ما كندلكش بكف ايدي، كندير غير صباعي الكبار، كنبدا ندخل الفرص وكنجمع العجين ديالي يعني هكا حتى كنحصل على واحد العجين اللي متماسك وكيكون ساهل في الخدمه هكا. صافي هنا كنبقى نجمع البنات يعني انا اكتفيت بالفرص ما غنزيدش يعني بزاف. صافي هنا ها هو العجين ديالي كيفاش كيجي على هذا الشكل هكا. يعني كما وريتكم كنخدموا صباعي انا الكبار باش كنورك على العجين من الوسط وكندخل ليه داك الفرصه. هذه هي الخدمه ديالنا اللي كنديروا الحمد لله. عمرها ديك العجينه ما خسرات لينا ولا الحجم صغار ولا اي حاجه، عمرها ما طرات الحمد لله. هنا البنات كنجو لهاد المرحله اللي مهمه. هنا كنديروا داك البلاستيك. انا كناخذ الغلافات ديال المقرر البيضين هما باش تنخدم. كاين اللي كيدير الفورس وكيبقى يرشو، نصحكم بهاد الطريقه غير عمليه، لان ملي كترشي الفورس ملي كترشي داك الفورس فرا داك الصابلي ديالك ما بحال كيكثر فيه الفورس، ما كيبقاش داك المذاق زوين فيه، يعني صابلي ما كيبقاش يجيك زوين. يعني نصحكم ما تخدموش بالفورس في الرشان، لان الصابلي كيجي صابلي ديال الفورس
صراحه حالته، يعني هذه هي الخدمه، لانه كل ما الحاجه كتزيد على الحد ديالها فراه كتقلب خلوها ضمها. راه هي هذه، راه من كتزيدي الفرص راه كيولي سميتها لي يعني صابلي من كيطيب ما كيجيش زوين. انا هذه بالتجربه. فالطريقه العمليه هي تخدمي بلاستيكات على هذا الشكل. شوفوا الدلاك كيفاش كنخدم، كنحط الوسط ونجر الياه، نحط الوسط ونجر الهي، وكنعاود ندور البلاستيكه ديالي. لان حاجه اخرى، الا درتو داك البلاستيك ديال الرقيق فراه كيعذبكم في الخدمه. خدموا بالغلافات ديال المقرر. صافي هنايا بعد ما كنسرح هكا العجين كناخذ السمك اللي باغا. انا عندي غير حبه واحده، فراه ما كنديروش غليظ وما كنديروش رقيق. وردوا البال، يعني ها نتوما عادي العجينه ما عذبتني ما حتى شي حاجه. بالنسبه للبنات اللي غيبغيو يزيدوا الدقيق ولا شي حاجه، انا بلا ما تزيدي الدقيق، يعني اكتفي بالعجين على هذا الشكل هكا. حاجه اخرى، هنا بزاف من تيبغيش تهز لي مصابلي. انا مني كنسرح صابلي وكنطبعو ضروري ديك البلاستيكه التحتانيه حاولي تهزيها بايدك غير شويه باش ما تبقاش لاصقه لك على سطح العمل. ومني تبغي تخشي الموس داك صابلي كيلصق، لان انت مسرحه بالدلاك فراه البلاستيكه مع سطح العمل كتلصق. ردوا البال هذه المساله، يعني انا راه كنهزها وكنعاود نحطها عاده كنبدا نهز بالموس باش ما تجيني ساهله ودغيا كتهز. شوف الطريقه، كنشد ايدي فوق البلاستيكه وكنشد السكين وكنورك عليه، كنمشي بيه مشيه وحده وكنهز. ها نتوما ردوا البال، راه ما تيعذبني ما والو، لاني اصلا مني سرحتها، يعني سرحتها بدلاك فراه هزيت ديك البلاستيكه ديالي، يعني هزيتها باش ما يبقاش لاصق ليا على سطح العمل. ها نتوما شوفوا هاد العمليه، انا صراحه ما كنديرهاش ولكن بغيت نوريكم انها شوفوا راه ناجحه مليون في المية. ما غتلصق لك العجينه ما حتى شي حاجه، ولكن انا كندير حبه حبه، كنهز حبه نحطها. بالنسبه لهادو اللي كيشيطوا لينا فراه البنات ما كنبقاش نخدم بهم بايديا باش العجين ديالكم ما يتجمعش لكم ملي تخشوه في الفران. فراه كنجمع عادي وكنزيد عليه العجين اخر وكنسرح، يعني كنسرح عجينتي عادي. هنا كندخلهم على فران نار مهيله باش كيذهب ليا اللون وكيتحمر. ما كاين حتى شي سر اخر من غير الفران، هو اللي كيعطيك ديك اللون ديالو. كنقص العافيه وكنخلي اللاطه طيب على خاطرها البنات حتى كتحمر من جميع الجوانب وكتذهب وكتاخد داك كتزيد تعطي التقرميشه، لان داك الصابلي كل ما تشرب لك في الطياب ديالو فكل ما حتى هو كيجي يساعدك على التقرميشه. راه كاين اللي كيزرب عليه العافيه ودغيا كيتلهب من الجناب والوسط كيبقى خضر. هنا بزاف كنسولوني على هاد العنبه، انا هنايا ها هي شاركتها معاكم. كناخذوا السيليكون متواجد في الاسواق عند اي واحد تاع الحلوى. وهنا هذيك بات داموند البنات حلويات لوز، كناخذ السطل الكبير ب 250 درهم، عملي وكيسهل عليا الخدمه. ما كنبقاش نشري في دوك البواطات الصغيورين. صافي كندير فيها اللون بيستاج واللون الموف حتى هو كنشريه واجد. صافي وكندير العنيبه على هذا الشكل، كندير الراس ديالها في البيستاج وكندير الموف من التحت. ها نتوما شوفوا البيستاج كنهبطو شويه باش تجيكم ديك العنبه مقاده العريش ديالها. صافي كنطبع وكنحط وكنحاول انني هاد العنبه نخدمها نهار قبل باش انها تنشف ليا، ومني نحط صابلي فوق صابلي ما الشكل ديالها ما يتخسرش. ردوا البال هاد القضيه هادي، يعني دائما العنبه صوبوها قبل. هنا الكراميل البنات باش فينيت، يعني الكراميل شوفوا كيفاش كنمشي بسطر واحد كنمشي بيه وكنديرو في اللوز مهرمش ومحمر. ها نتوما ردوا البال الفينيسيون باش كيجيني السطر مقاد، يعني كنهبط معاه نيشان عاد كنرجع ندير الجنب وداك الجوانب كنمسحو باش داك اللوز ما يجينيش خارج. هنا كندير واحد شويه الكليكوز في العنبه وكنحطها على هذا الشكل هكا. هذا هو صابلي ديالنا اللي بزاف كيسولوني اسيديك العنبه شنو مقادير صابلي ديالك اللي كتخدمي به. هذا هما صابلي اللي كنخدم به والحمد لله اللي عمرو حشمني مع الكليان واللي هو به اللهم بارك خدامين. فهنا هانتوما الشكل جا زوين وجا صراحه يعني مطلوب لينا. وهنا كنزيدوا واحد هذا التزيين شويه، كنديروا ديك العقيقه ذهبيه بغيتي تكتفي به على داك الشكل راه ممكن تخليه هكاك. بالنسبه لهاد الصابلي البنات راه كنخدموا انا 130 درهم العجنه، وبالنسبه للكيلو 90 درهم الكيلو، يعني هادو هما الاثمنه اللي كنخدموا بهم. ها هو الشكل تبارك الله ما شاء الله جا زوين. المهم اختكم عاونوها بالبارطاج باش هكا نولي نشارك معكم ان شاء الله فيديوهات اللي غادي يعجبوكم ان شاء الله. نخليكم البنات في امان الله، الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.